إلا كنتي كتسمع هذا الفيديو هذا يعني أنه أول أيام رمضان الكريم، كنتمنى يتقبل الله صيامنا وصيامكم. اليوم إن شاء الله غادي نجاوبوا بعض الناس اللي كيقولوا لك علاش كتجوعوا راسكم 30 يوم، وغادي نحاولوا نشوفوا فوائد هذا الشهر العظيم وكيفاش نقدروا نستافدوا منه. فإلا بغيتي تعرف علاش وكيفاش فما عليك غير تركز معايا ويلا بينا نبداو. هي مع لورن بوت، صحفية بريطانية ومذيعة ومراسلة إخبارية. هذه الوظيفة خلاتها تمشي لفلسطين المحتلة، وتما غادي تعرف على المسلمين كثر والسلوك ديالهم. فشافت شي امور في شكل ان الناس كتعاني من الفقر والظلم الاحتلال، وكاين امهات اللي ولادهم استشهدوا، وكاين اللي ولادها في السجون، وكاين اللي ابنائها معاقين. ومع كل هذا الشيء ما كانوش كيعرفوا الياس. كتقول لورن ان كاع الناس اللي قبلتهم كان كيملؤهم الامل والدفء، بل كانوا كيعيشوا بسعاده اكثر مني انا. فالحاجه اللي لاحظت انه مشتركة بين هاد الناس هي القرآن، اللي كان في كل بيت وكيحطوه في مكان مميز، وكان كيقولوا لها أن هذاك القرآن هو اللي كيأمرنا بهذا التصرف ويخلينا مطمئنين رغم كل الظروف. فشرات واحد بداعي الفضول وداتو معها، كان ذلك عام 2006. ديك الفترة كانت كتشرب الشراب وتكمي وأنانية وبزاف الأمور. فواحد النهار جبدات القرآن وكتقول برون جبدتو بغات راسها، قلت خلينا نشوفوا اشنو عندك. فأول آية غادي تطيح فيها هي الآية 102 من سورة هود: وكذلك أخذ ربك إذ أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. هاد الآية خلاتها تصاب بالرعب، وهذا هو القرآن، فيه ترغيب كما فيه ترهيب. وربي أعلم بخلقه من بعد غادي تعاود ترجع في 2008 لفلسطين، وغادي تصادف عودتها مع شهر رمضان. غادي تزور واحد المرأة مسلمة اللي غادي تستقبلها واحد الاستقبال وكرم كبير. دخلت عندها للدار ولقات الدار خاوية ما فيها والو، من غير واحد الحصيرة ودايره واحد المائده اللي فيها افطار لعشرة الناس، اللي فيه غير طباس البلاستيك، تبصيل فيه الحمص وتبصيل فيه الخبز وتبصيل فيه السلطه. فحاولت باش ما تاكلش، ولكن اصرت عليها هذيك المراه وكانت كتقول لها انت ضيفتنا. كتقول لورن كناكل وانا معصبه على الاسلام والقران. علاش كيطلبوا من الناس يبقاو بالجوع لمده 30 يوم؟ علاش كيطلبوا من هاد المراه اللي معدمه ما عندها والو انها تبقى بالجوع والعطش؟ سولتها علاش كتصومي رمضان، علاش اشنا هي الحكمه؟ فقالت لها هذيك المراه كنصوم باش نحس بالفقراء. لورن تصدمات كيفاش هاد المراه اللي ما عندها والو في هاد الدنيا، وربما ما عمر كان عندها شي حاجه في حياتها، كتعلم قلبها التواضع وتحس بالناس اللي قل منها. كتقول لورن ان كان هذا هو الاسلام فانا اريد ان اصبح مسلمه. بعد هذا الامر بعامين غادي تنطق الشهاده وتدخل الاسلام، وغادي تقول لها لبناتها بجوج، اللي كانت وحده عمرها 10 سنين والثانيه 8 سنين. فسولتهم شنو رايكم انا بغيت نولي مسلمه؟ فقالوا لها عندنا 3 الاسئله. السؤال الاول: واش منين تولي مسلمه غادي تبقاي مؤمنه؟ فقالت لهم وغادي نكون احسن من قبل. السؤال الثاني: واش منين تولي مسلمه غادي تحبسي الشراب؟ قالت لهم قالوا لها السؤال الاخير: واش منين تولي مسلمه غادي تبقاي تلبسي اللباس كاشف كيبين جسمك؟ هنا استغربات من هذا السؤال وقالت لهم علاش سولتوني هذا السؤال؟ قالوا لها منين كتلبسي هذاك اللباس ما كيعجبناش الحال، كنكرهوا داك اللباس. قالت لهم منين غادا نولي مسلمه غادي نلبس لباس محتشم. فقالوا لها اذا نحن نحب الاسلام، من بعد غادي يوليو حتى هما مسلمات. فاللهم ثبتهم على دينك واهدنا واهد أخواتنا في هذا الوطن وفي باقي الأوطان. منين كتفرج في هذه القصص وكنسمعها كنفرح وكنحزن في نفس الوقت. كنفرح لأنهم دخلوا الإسلام، وكنحزن حيت حنا مفرطين مع أننا عارفينه منذ الصغر. هاد الصيام علاوه على انه كيخليك تحس بخوك المسكين، فراه عنده فوائد تاليك انت. وباش نشوفوا هاد الفوائد نرجعوا لسنه 2016 مع العالم الياباني يوشينوري أوسومي. هذا العام اللي غادي ياخد فيها هذا العالم جائزة نوبل للطب والفيزيولوجيا على اكتشاف آليات الالتهام الذاتي الأوتوفاجي. وباش نعرفوا البلان غنسافروا بكم لداخل جسم الإنسان اللي فيها عدة أعضاء اللي بدورها كتكون من أنسجة. هاد الأنسجة كتجدد باستمرار، وهكا أعضاء الجسم بدورها كتجدد. لكن كيبقى السؤال: دوك الأنسجة اللي ماتوا ما بقات عندهم حتى فائدة، فين كيمشيو؟ هادشي اللي كان كيقلب عليه العالم يوشينوري. فبدا كيبحث تلقى أن الخلايا فيها أجسام خاصة كتقوم بإعادة تدوير دوك البقايا. تقدر تقول نفس القضية ديال المصانع إعادة التدوير. هاد الأجسام كتسمى بالأجسام الحالة.
كتحتوي بداخلها على انزيمات هاضمة اللي كتقوم بهضم الأنسجة البالية والتالفة أو جسيمات الطعام والبكتيريا والفيروسات وغيرها من الفضلات. هادشي كامل كيعاد تدويره او كيتحول لطاقه وخلايا جداد. يعني بخلاصه جسمك كيشد داكشي اللي ما عنده حتى فائده وداكشي اللي عنده ضرر او سموم وكيحولوا لطاقه واشياء كيستافد منها الجسم. لكن بيت القصيد ماشي هنا. بيت القصيد كيفاش غادي تحفز هاد الاجسام باش تقوم بهاد العمليه، والاجابه بكل بساطه كاينه في الصيام. فكيقولوا العلماء ان الصيام اكثر من 12 ساعة كيعزز هذه العملية. كذلك واحد المقال في البي بي سي تحت عنوان هل يمكن لعلم الالتهام الذاتي أن يعزز صحتك؟ كيقول فيه الدكتور ديفيد روبنسون هو أستاذ علم الوراثة العصبية الجزئية في جامعة كامبريدج ومعهد أبحاث الخرف في المملكة المتحدة. بالتأكيد تشير الأدلة التي أجريت على الفئران إلى أن هذا هو الحل. فالتجارب بينت تأثير الصيام على دماغ الفئران في غضون 24 ساعة وفي بعض مناطق الجسم مثل الكبد بسرعة أكبر بكثير. كيضيف الدكتور ديفيد إن الصيام يحفز الالتهام الذاتي وقد تم إثبات فوائده أيضا من خلال دراسات أخرى. هذه الفوائد هي أنه كيحميك من مرض السرطان وكيخفض مستوى السكر في الدم بالنسبة للناس اللي عندهم مرض السكر من النوع الثاني. كذلك كيحمي من الشيخوخة والزهايمر ومرض باركنسون وكيحمي كذلك من أمراض القلب والمشاكل العصبية وضغط الدم. كذلك كيرفع مستويات أكسيد النيتريك في الجسم اللي بدوره كيجدد القلة القليلة اللي باقي شاد فيها. والدليل على أن طريق رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم الأفضل ونجح لحياتنا. وهنا أقف متسائلا أكثر من 1400 سنة لا تطور في ذلك الزمن، لا أدوات حديثة ولا سرعة تواصل بين البلدان. فكيفاش غادي تبقى تصوم يومين في السيمانة هكاك من راسك؟ راه ما يمكنش. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى فسبحان من أوحى. نرجع نشوفوا أمر مهم آخر وهو طريقة الصيام الصحيحة. فراه ما يمكنش انت كتفيق تشال 4 ولا 12 وباغي تستافد، حيت راه خاصك تحرك وتمارس يومك بحال باقي الأيام. وهذا الشيء اللي غادي يخلي جسمك يفعل خاصية البقاء ويبدأ كينتج الطاقة من الخلايا الميتة والسموم. أمر آخر وهو الأكل. كيقول الدكتور ديفيد إن كان أسلوب حياتك سيء وإذا كنت تتناول الوجبات الخفيفة وتأكل القمامة دائما فلن تتاح لك الفرصة لتشغيل هذا. وهذا المقصود به هو الالتهام الذاتي. وداك الشيء علاش حاول تفيق بكري وتحرك وقد ما كلتك باش تخرج بأكبر استفادة. بعد هذا الشيء كامل لابد أنه يكون اتضح لك عظمة هذا الشهر وفوائده الكثيرة. لكن واش استشعرتي هذا الحب العظيم من خالق رحيم لعباده؟ يقول الله عز وجل في الحديث القدسي يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. فإلى فهمتي هذا الكلام غادي تفهم أن العبادات اللي كنحسبوها مشقة وتكلفة ما هي غير رحمة لنا وإحنا المستفيدين منها، فهي لن تزيد في ملكه شيئا. فإلى فهمتي هذا الشيء غادي تفهم محبة الله ليك من كيعطيك أجر عظيم وثواب ووعد بالجنة ويأمرك وينهاك باش غير انت تستفد. فلن تزيد بعبادتك في ملكه شيئا. فأي حب هذا وأي حب بعد هذا وما قدرنا الله حق قدره. دمتم سالمين. سلام.